حلويات المولد من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكل عام وانتم بخير. وتعتبر حلويات المولد مصدر رئيسي للطاقة، عشان حلويات المولد بتبقى مليانة مكسرات زي السمسمية والفولية والبندقية واللوزية، وبكده حلويات المولد بتبقى مليانة أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9. وتعتبر المكسرات الموجودة في حلويات المولد مهمة في تحسين عمل المخ وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وكمان عايزة أقول لكم إن المكسرات مهمة في نمو الأطفال، وأنصحكم بأكل كميات قليلة من حلويات المولد، عشان أكل كميات كبيرة من حلويات المولد بيكون ليه آثار جانبية. ويلا نعرف أضرار حلويات المولد. السكريات اللي موجودة في حلويات المولد بتزود الجسم بسعرات حرارية عالية، بتتحول في الجسم لدهون، ولو مفيش مجهود بدني مساوي للسعرات الحرارية فيسبب زيادة الوزن، عشان حلويات المولد مليانة نسبة عالية من السعرات الحرارية اللي موجودة في مكونات حلويات المولد زي الدقيق الأبيض والسكر. من أضرار حلويات المولد بتعمل مشاكل في الكلى والأوعية الدموية، الإصابة بتسوس الأسنان والتهاب اللثة عشان وجود السكريات اللي موجودة في حلويات المولد. وأنصحكم بغسل الأسنان بالفرشة والمعجون بعد أكل حلويات المولد. مشاكل في الجهاز الهضمي زي الغازات وعسر الهضم وحموضة وقلة امتصاص العناصر الغذائية المهمة الموجودة في الوجبات. ارتفاع نسبة الأنسولين في الجسم فيسبب مرض السكر. من مشاكل الإفراط في أكل حلويات المولد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية زي تصلب الشرايين. السكريات اللي موجودة في حلويات المولد بتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. مشاكل صحية في الكبد زي تليف وفشل الكبد. بلاش أكل حلويات المولد على معدة فاضية عشان تجنب حدوث الإسهال والانتفاخ. من الآثار الجانبية في أكل حلويات المولد هو تغير الحالة المزاجية وزيادة فرص الإصابة بالاكتئاب ومشاكل في الذاكرة والتركيز واضطرابات عاطفية وقلق مستمر وضعف المناعة في الجسم. ومن أضرار حلويات المولد إنها بتسبب مشاكل في البشرة وفقد كمية كبيرة من الكولاجين اللي موجود في البشرة، وكده بيسبب الشيخوخة المبكرة. وأنصحكم بالاهتمام بأكل الخضروات والفاكهة الطازة وأكل طبق سلطة خضراء في الوجبات، ونهتم بشرب كمية مناسبة من المية عشان نعمل توازن في مستوى امتصاص السكر في الدم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض الآثار الجانبية في الإفراط بأكل حلويات المولد، عشان نقلل من أكل حلويات المولد ونساعد في تحسين المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.